بحس ان اشهر حاجه في سحور رمضان هي الزبادي. هنعمل واحده للاطفال وواحده للامهات، وحبيت المره دي اجدد شويه واستخدم حاجات لاول مره زي الفراوله البيضه مثلا، وده لان طعمها فيه فانيليا كده فلايق جدا مع الزبادي، مع هوم ميد جرانولا وفراوله عاديه او اي فواكه تانية انتوا بتحبوا. هقول لكم ليه الوجبه دي لذيذه قوي في رمضان سواء للاطفال او الكبار. اول حاجه لان الزبادي فيه بروتين، يا ريت كمان لو زبادي يوناني هيكون فيه بروتين اعلى وبيشبع لفتره طويله. ضفت له بنجر عشان يدي لون حلو وفايده للاطفال، وفي التاني ضفت ماتشا ودي لذيذه قوي للناس اللي اكبر من 12 سنه، بتزود الطاقه وبتقوي المناعه وبتخلينا مركزين كده وقادرين نصوم تاني يوم. الالوان بتاعه الماتشا والبنجر خلت شكلهم حلو قوي، وطبعا مع القيمه الغذائيه مع جرانولا صحيه ومن غير سكر وفيها مكسرات يعتبر دهون صحيه، والشوفان نشويات معقده بتساعد على الشبع لفتره طويله. والفاكهه اللي ضفتها كان طعمها حلو فما احتجتش احط عسل، بس طبعا لو حابين تضيفوا عسل ضيفوا براحتكم. بعرف ناس كتير قوي ما بيحبوش الزبادي بالطريقه العاديه بتاعته وخصوصا الاطفال. جربوا الطريقه دي وان شاء الله مش هتحتاجوا تشتروا الزبادي اللي من بره اللي مليان الوان صناعيه وسكر. اعملوها مع اطفالكم في سحور رمضان وبالهنا والشفا.